السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نشوف ايه الحلويات الحلوة اللي احنا عاملينها ديت، اللي سهلة خالص ومش مكلفاني كتير. وصدقيني الولاد هيحبوها قوي، وهم طبعا في الاجازة عايزين كل شوية اصلا حاجة حلوة، بالذات كمان لو كمان حاجة ساقعة من التلاجة. تعالي نشوف ايه الحاجات الحلوة اللي قدامنا ديت وعملناها ازاي. هجيب لفة جلاش عادية خالص. هبتدي نمسك ورقة ورقة كده، ورقة واحدة بس، واكرمشها بالشكل دوت واحطها في الصينية اللي مدهونة زبدة. هكرمش قدامك ورقة كمان، ما تضغطيش عليها بايديكي، يدوبك بس كرمشة خفيفة كده عشوائية خالص اهو كده. وتروحي حطاها في الصينية اللي انتي دهناها زبدة اصلا ومجهزاها عشان تعملي فيها الحلويات القمر دي. ماشي. تعالي بقى احنا كشكشناهم كلهم وحطيناهم في صينية مناسبة. معايا كوباية سمنة انا مسيحاها. انا بستعمل زبدة فرن، بتبقى حلوة قوي في الحلويات، لو تحبيها جربيها. هبتدي بقى ادهن بالفرشة كده كل الكمية بتاعتي كده، بحيث الزبدة اتأكد ان هي نزلت لكل الخليط زي ما انتي شايفة. ويلا بقى على فرن سخن على درجة 200، وتعالي نشوف هنعمل ايه. هنجيب حوالي نص كيلو لبن، عليه 3 معالق كاسترد. الكاسترد ده حكاية لوحده اصلا، الولاد بيحبوه قوي، طعمه جميل حتى لونه كمان حلو. حطيت عليه حوالي ربع كوباية سكر، والسكر ده حسب رغبتك دوقيه. حطيت حوالي نص معلقة او معلقة من الفانيليا السايلة. هقلبهم كلهم كده على البارد، طبعا اللبن ساقع. وبعدين هرفعهم على النار. انا هنا حطيت كمان معلقة زبدة، لو تحبي تستغني عنها مفيش مشكلة. ده شكله بعد ما استوى على النار. ده القوام اللي انا عايزاه مطلوب. وطبعا انا كنت في الاثناء دي سويت بقى الجلاش في الفرن، ويلا بقى حطي عليها الخلطة الحلوة دي، وهو ده سخن وده سخن وحاجة كده تحفة. اول ما يطلع من الفرن على طول اسقيه بالخلطة اللي انتي عاملاها بالكاسترد. الله على الجمال. ممكن تضيفي مكسرات لو تحبي. عايزة تسيبيها كده سادة براحتك. اول ما تبرد حطيها شوية في التلاجة، وبعدين فرحي بيها الولاد بقى واغرفي لهم. حاجة كده تحفة وجميلة وسهلة. انا رشيت على وشها جوز هند، مش عايزة بلاش براحتك. الحاجات دي اذواق. وشوفي كده لو عندك مثلا شوية مكسرات فايضين من رمضان ولا حاجة. الف هنا.